السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير وانتوا تتفرجوا عليا النهارده، وكل سنه وانتوا طيبين. النهارده هنعمل مع بعض بسبوسه صحيه بالقشطه، طعمها حلو جدا وخفيفه، مش هنستخدم فيها كميه دهون كتير، كمان مش هنستخدم فيها سكر. ولو اول مره تشوفوني، انا زينب ودي قناتي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. عندي في الاول كوبايه من السميد، ونص كوبايه من جوز الهند المبشور، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. وبكده المواد الكافيه بقى جاهزه معايا. هقلبهم بقى مع بعض كويس كده لغايه لما يختلطوا مع بعض كويس. وهبدأ بقى احضر المواد السائلة. عندي 3 معالق زيت جوز هند، ممكن نستخدم زبدة او سمنة. وعندي كمان علبة زبادي اللي هم حوالي معلقتين كبار. وعندي هنا تلت كوباية من اللبن او الحليب. وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس لحد لما يختلطوا مع بعض. وبكده خليط المواد السائلة بقى جاهز معانا، واحطهم على خليط المواد الجافة اللي احنا جهزناه مع بعض. وهقلب بقى كده بالراحة جدا، احنا مش عايزين نخلط كتير، احنا بس لغاية لما المواد تختلط مع بعض، وكل حبيبات السميد وجوز الهند كده يختلطوا بالمواد السايلة اللي احنا عملناها. اهم حاجة في الخطوة دي اقلب بالراحة وما اقلبش كتير. هجيب بقى اي صينية بسبوسة، مقاس الصينية دي تقريبا 20 سنتي، وهمسح الصينية مسحة خفيفة من زيت جوز الهند. طبعا ممكن تستخدموا معلقة صغيرة من الطحينة تمسحوا بيها قاعدة الصينية. هاخد بقى نص الكمية وهفرد البسبوسة، وهجيب بقى قشطة. خدت حوالي علبة القشطة اللي هي 170 جرام، هحطها في النص بين الطبقات كده. طبعا ممكن تعملوا اي قشطه اللي هي برضو كوبايه من اللبن، تحطوا عليها معلقتين من النشا ومعلقه من السكر، وترفعوهم على النار وتستخدموها برضو هنا. بس انا حبيت تبقى سهله كده وبسيطه. وهحط برضو على الوش كده باقي كميه البسبوسه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ممكن ما تحطوش قشطه في النص وتستخدموا كده البسبوسه على طول، تدخلوها الفرن كل الكميه على بعض. وبالسباتشولا كده احاول اسوي السطح بتاع البسبوسه. وهنا بس زينتها بحبه مكسرات بندق، طبعا ممكن تستخدموا لوز. ادخل بقى فرن ساخن مسبقا على 180 درجة لغاية لما الاقي الوش بتاعها احمر كده من فوق. هنا بقى هحضر الشربات. عندي هنا كوباية الا ربع من المية، هحط عليهم 5 اظرف من اي سكر دايت ستيفيا، وحطيت كمان عصرة ليمون. البذرتين اللي وقعوا دول هشيلهم عادي. في الاول كده هقلبهم بالمضرب لغاية لما السكر يختلط مع المية، وهسيبهم بقى على النار لغاية لما يغلوا لمدة 3 دقايق بالظبط. وبعد لما قعدوا 3 دقايق على النار، حطيت رشة من الفانيليا وهرفعهم من على النار. طبعا ممكن تستخدموا على خطوة الشربات دي وتستخدموا كوباية الا ربع من المية المغلية، عليهم معلقة كبيرة او معلقتين من عسل النحل ورشة فانيليا. وبكده برضو يبقى عملنا شربات. هنسقي بقى البسبوسة. معيش المقطع ده ما تصورش، بس هو انا سقيت البسبوسة وهي سخنة، والشربات كمان كان سخن. طالما اتشربت كل الشربات تبقى البسبوسة ناجحة. بعد بقى لما صبيت الشربات عليها كده هغطيها واسيبها بقى تبرد خالص قبل ما اقطعها. هتلاقوها كمان طرت اكتر. ونقلتها بس في طبق التقديم، وهبدأ بقى اقطعها. قد ايه خفيفة وطعمها حلو جدا، ان شاء الله تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها اول باول. باي باي.